بدكن الحبة بعد القلي تكون لونها أبيض وبنفس الوقت مقرمشة. رح أعلمكن كذا سر. أول سر، لازم الحبة تكون فريش طازة، مش بطاطا قديمة، لأن إذا البطاطا جديدة بنقدر نتخلص من النشا بسهولة. السر الثاني انتو بتعرفوه يمكن، انه نغسل البطاطا كتير منيح لحتى المي تصير لونها شفافة مش بيضة. انا قبل كنت اعمل بطاطا تشيبس بالبيت كذا مرة وما كانت تزبط معي، كنت اضطر اقلي البطاطا مرتين تتقرمش، وبنفس الوقت كانت البطاطا بعد القلي تطلع لونها غامقة مش بيضة مثل ما بنشتريها. السر رقم الثالث انه نسلق البطاطا، ما بدنا اياها تنغلى، بدنا اياها بس تسخن لنقدر نتخلص من النشا اللي فيها. كمية المي رح تكون مع ارتفاع البطاطا كرمال الحبة تضلها محافظة على شكلها. السر رقم 4، انكم ما تغطوا الطنجرة اثناء السلق كرمال النشا يطلع على الوجه. بعد السلق بيتغير شكل الحبة، بيتغير لونها، بتصير شفافة. هلأ بدي غسلها كتير كتير منيح بمي باردة لأتخلص من اللون الأبيض ومن هيدي الرغوة اللي طلعت على الوجه. برجع بذكركن لا تسلقوها كتير، بس لحتى تبلش بدها تغلي وبتطفوا تحتها. نغسلها بالمية الحنفية العادية بلا المي متلجة وبلا نقع بالخل وما بعرف شو. أنا كل هيدول القصص جربتهم بس ولا وحدة منهم زبطت معي. شوفوا الحبة كيف صار شكلها، كيف تغير لونها، كيف صارت كتير رقيقة. وهلا بنروح على الخطوة اللي بعدها بعد الغسيل. الخطوة اللي بعدها هي إن ننشف البطاطا على قطعة قماش. إذا عندكم ماروحة حطوهم مقابل الماروحة كرمال تنشف أكتر، ما بدنا تنشف كتير إنه عادي. بعدين عنحمي الزيت، حرارة الزيت عادية كمان، مش حامي كتير ولا بهالحماوة هيدي. أكيد ما تكتروا بطاطا مقلية، يعني على قد الزيتات، ما تحركوها لحتى تيبس. شوفوا اللون كيف طالع أبيض ومقرمشة. ما تملحوا البطاطا مباشرة هي وسخنة، بتملحوها هي وفاترة. شوفوا قديه رقيقة وقديه لونها حلو، حتى اصبعي من ورا ببين على قد ما انا رقيقة، مع اني انا لما كتيتها كان برش عادي يعني. انا عملت نكهتين، نكهة ملح ونكهة بابريكا. شوفوا قديه مقرمشة، قديه لونهم حلو، يعني اذا انا كذابة مستحيل عيونكم تكذب.